لو جاء المهاجم ذا على الدنيا السلام، والله لا بتجيب دوري ولا اسيا ولا بتفلح نهائيا. يعني تخيل فريقك ما شاء الله من وراء مرسيدس وهو قدامك كوريلا، يعني ما هو معقول الشكل. يعني انا صحيح اتهمت سيارتي انه نفس الشكل، لكن والله سيارتي افضل منه. ولكن اقسم بالله انه مهاجم ضعيف جدا ولا يملك اي امكانيات، لا يعني تقدر تقول البنيه الجسمانيه، ولكن لو يتخلونه على متروفيتش بيكون افضل بمراحل. متروفيتش اقل شيء يعني متفاهم مع العناصر اللي عنده، وصح ان الاصابه اثرت عليه لكن ان شاء الله بيرجع. لكن اللاعب هذا لا اشوفه، والله العظيم اني شفته ولا اني تابعت له مباريات كثير مع ليفربول. لا عمره كان الحاسم، ولا عمره كان المهاجم الاول، ولا عمره كان نقطه ضعف في ليفربول. قايل لكم انا قد نرى هيرويجو عكسيه، لكن مع ذلك اقول لكم بدون زعل نونيز لم يوفق مع ليفربول. لو تشاهدون اللاعب مع بنفيكا بتغيرون رايكم. انا اعتقد ان الصفقه لو تمت راح تنجح. كلنا ثقه في انزاجي. موفقين خير. عاجل يا اخوان. وبحسب فابريزيو رومانو واكثر المصادر الموثوقه في العالم، داروين نونيز هو ابرز اختيار لنادي الهلال في مركز الهجوم. يا ساتر يا اخوان. والاسم يا عيال، كانوا يفاوضوا فيكتور اوسيمين، من فيكتور اوسيمين الى داروين نونيز. بعطيكم رايي في البدايه، ولكن لا تنسى الاضافه واللايك. بالنسبة لي داروين نونيز اسم متواضع جدا وأقل بكثير من إمكانيات الهلال، ويقدر الهلال يجيب ويفاوض اسم أعلى من داروين نونيز بكثير. يعني أنت كنت تفاوض فيكتور أوسيمين، واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وبعد فيكتور أوسيمين ارتبط برضو اسمك بفيكتور جيوغريس. بعدين يعني من هذول الأسماء تروح تتجه لداروين نونيز. من وجهة نظري البسيطة انه الهلال يعني انه هو مو حاجة الهلال، والهلال يقدر يجيب لاعب افضل من كذا. اعطوني رأيكم كهلالية، هل انتم مع هذا الصفقة او لا؟ والله ليفربول في هذا الميركاتو مسوي شغل كبير مرة، سواء في استقطاب اللاعبين وحتى شكله في التخلص من اللاعبين. يعني مشكلة كبيرة حيتخلصوا منها بمبلغ مالي ضخم اكيد. انا ما ادري يعني وش نهاية الهبد ذا، انا ما ادري. ترى الكسبان من السالفة دي الدوري الانجليزي مو بدورينا يا جماعة الخير. يعني انا اذكر ان الهلال والنصر كانوا يتنافسون على من يجيب لعيبه افضل، اما الحين من يجيب لعيبه اعلى. واحد جايب لي جواو فيليكس ب 50 30 مليون، والثاني يفاوض نونيز. اهدى يا عيال، اهدى يا عيال. ما في مهاجمين يوم تختارون ذولا. نونيز الهلال مو معناه ان رئيسك مشى صاير بدون والي تختار نونيز. يا حبيبي خلني انا اختار لك، اجيب لك لعيبه احسن من كذا، احسن من نونيز وبسعر اقل. مو طبيعي يا جماعه الخير. الصندوق يدفع ويشره بالملايين ويقومون يفسفسون، واحد جايب جواو فيليكس والثاني نونيز. ترى كسبان من السالفه دي الدوري الانجليزي وفي النهايه الدوري التركي، لانه بيجيب العيد جواو فيليكس ونونيز، ثم تقوم تعير للدوري التركي. ويلا الدوري التركي مو خسران، كسبان. احنا قاعد نغذيهم باللعيبه، ما ادري وش النهايه دي. بعدين تعال اعلمك نونيز وش مسوي الموسم اللي راح، وش مهبب نونيز. 47 مباراه مسجل 7. اهدى، راتبك حرام، راتبك حرام يوم تسجل 7 في 47 مباراة. وش المهاجم ذا؟ هذه ارقام ظهير، هذه ارقام مدافع، مو بارقام مهاجم. هذا يسجل في فريقه، ما يسجل على الخصم. وش ذا الهبد يا جماعة الخير؟ يعني انا لو اني رئيس نادي ويجيني نونيز والله بقبله، باخذه بحطه في الدكة، ادفنه، لان هذه موهبة لعن الله من يقظها. جماعة الخير، الهلال ناوي على ايش؟ الان وانت جالس تتابعني الهلال يقدم عرض لداروين نونيز حسب الكلام المتداول من الصحافة. اذا جاء حتكون صفقة جبارة ما شاء الله تبارك الله. باقي ما احنا عارفين كم المبلغ المقدم، كم مدة العقد، كم سنة بيكون مع الهلال. لطيف يا اخوان والله العظيم. لو استدعي بالذكاء الاصطناعي ما يطلع الصورة بالجمال هذا. احنا نفس وضع كوليبالي يا اخوان، احنا قاعدين نشوف الصورة. اظهرتنا ثيو هرنانديز وجواو كانسيلو، والله العظيم مستحيل. بالتواضع قاعد يسلم على لودي وكأنه يقول دل الباب لانك والله ما عاد تطقها وانا موجود. اليوم جاي يسلم جواو كانسيلو، جاء ظريف قام قال هذا ثيو هرنانديز وهذا يعرفهم على بعض. يعني انتم ما تعرفون بعض، يعني انا كوميدي، انا ما ودي اغلط. راح ولبس الاحمر يا اخوان وطلع يوقع للجماهير. يا جماعة الخير انا مغرم جدا باللاعب ذا، وانا اكبر شبيح مبدئيا. الصورة دي ما يحتاج تقول شيء، بس ناظر ابتسم، والله العظيم ناظر ابتسم. يا اخي من زمان يا اخي. بدأ معسكر نادي الهلال وثيو يسلم على كانسيلو، والليل واحد من افضل الاظهرة في اليمين، واحد من افضل الاظهرة في اليسار. انت تعرف قوة الهلال في الاظهرة. الهلال عنده اظهرة افضل من ريال مدريد، وافضل من تشيلسي، وافضل من برشلونة، وافضل من بايرن ميونخ، وافضل من ليفربول، وافضل حتى من السيتي. ما انا عارف يعني الغنام حيوقف ذولا، ولا الشنقيطي عندنا حيوقف ذولا، ولا مجرى شيء. صح مجرى شيء كافو، صح افتكر.
لا وبعدين انزاجي حيلعبهم 5 دفاع، يعني حيكونوا الاثنين مرتاحين، ما عليهم الادوار الدفاعيه قويه، يعني ينطلقوا. الله يعين ورانا موسم طويل. جميع اعلام النصر وصناع محتوى دائما يتكلموا عن شعبيه النصر، وفي كل موضوع يحاولوا انهم يبرزوا ذا الموضوع، وهذا الشيء من نقص. انه كل من في المملكه يعلم ان النصر الاقل جماهيريه بين الاربعه الانديه، واكبر دليل تيفو ما قدروا يرفعوه في جده. تقول لي انزاجي يحيي الجدار، ها؟ ايش رايك في دي المباراه؟ تحيه قولا وفعلا وعليكم. ليلة الهروب الكبير النصر طالب ب50% من تذاكر المباراة، والرابطة وافقت عدتهم 50% من تذاكر المباراة، ولكن يحضر للنصر 200 مشجع وللهلال 60,000 مشجع. خرج يومها كل جماهير النصر اللي حضرت في الملعب تبكي وتقول مستحيل كل الإدارة وكل من هو قائم على النصر مشغول هذا اليوم، لأنه ولا إداري حضر المباراة. الشعبية لا تقاس بالتحية، تقاس بالنتائج والبطولات وتعبئة الملعب يا فريق مو قادر يرفع تيفو. وصول بعثة نادي الهلال إلى ألمانيا مساء اليوم، الحمد لله على السلامة على لاعبين نادي الهلال. وبسوي لكم مقارنة بسيطة بس بين معسكر نادي النصر ومعسكر نادي الهلال واستقبال الجمهور. زي ما انتم شايفين جمهور نادي النصر في أحد المباريات الودية الازدحام الشديد والجمهور أصلا مو قادر يوصل للاعبين، هذا غير استقبال المعسكر. شوف الأمن، شوف الازدحام، شوف الفوضى اللي حاصلة من الشعبية، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا وفي النمسا، وجمهور نادي النصر متواجد دائما في كل مكان. ايضا من استقبال جمهور الهلال للاعبين تواجد عدد قليل جدا، مستغربين لان الهلال عنده شعبيه وعنده جمهور كبير، لكن في المعسكر في المانيا لا يتواجد الا اعداد قليله، ممكن 7 1 2 3 4 5 6 فقط، 6 اشخاص. يعني لما نتكلم على فرق الشعبيه صعب جدا. طبعا شوفوا في البداية هو والله مو استنقاصا لا من جماهير النصر ولا من جماهير الهلال، تمام؟ هذه صورة أنا لقيتها متداولة بكثرة، حلو؟ إنه هذه جمهور أو هذول جماهير النصر في النمسا وهذول جماهير الهلال في ألمانيا، وإنه هذه شعبية النصر الجارفة في كل أنحاء العالم. والله أرجع وأكرر إنه هي مو استنقاص في كل جماهير النصر أبدا، بالعكس هي رد للأشخاص اللي يسووا الصور هذه في كل الميول وفي كل الدنيا. يعني انت تبى توصل لايش؟ تبى توصل لانه والله جمهور النصر وشعبيه النصر اكبر بكثير من شعبيه الهلال، هذا الشيء غير صحيح. خلينا نقول لو الشعبيات متساويه خلينا نقول متساويه، ولكن مو بهذا العدد. يعني كلنا نعرف هذه الشعبيه ليش موجوده الان. يا رجال ما حقولها، شوف انا ما حقول الشعبيه ليش موجوده الان، انت بتشوفها في الكومنت، لانه كل الدنيا عارفه الا انت، بس تبى تثير الجدل وتبى تسوي شو وتبى ليه حبيبي ليه؟ خلاص انت نادي كبير وهم نادي كبير وكل واحد في حاله، ليش المقارنات؟ ولا تنسى الإضافة عزيزي المتابع. برونو نصراوي وممكن يكون واحد من اللاعبين اللي رفض يمثل الهلال سابقا، الآن قريب من نادي النصر. بحسب مصادر كثير بدأت تأكد انه برونو مطلب كبير لجيسوس ولكريستيانو رونالدو في نادي النصر. ولا ننسى انه في بداية الميركاتو الهلال كان يبغى اللاعب، ولكن اللاعب طلع في تصريحات ورفض، وأكد انه كانت في مفاوضات من الهلال، ولكن هو رفض القدوم وهو يبي يستمر مع مانشستر يونايتد. والمصادر تؤكد انه عامل جيسوس وكريستيانو رونالدو حيكون لهم دور كبير في اقناع اللاعب، والموضوع او العائق ما هو مادي في نادي النصر، لكن العائق في رغبة اللاعب، ورغبة اللاعب ممكن تتغير مع اقناع كريستيانو رونالدو وجيسوس في النصر. يعني ممكن نشوف جزء ثاني من تاليسكا مثلا او ايش، ممكن اللاعب فعليا يوافق انه هو يمثل نادي النصر ورفض الهلال. كذا مبدئيا نصراوي، انت مع هذه الصفقة لو حدثت او لا؟ الف مبروك الرئاسة، نوف مساعد، انا مبسوط جدا، يستاهل ابو جوهر، فهد بن نافل، تاريخي ما راح ننساك، التاريخ اصلا ما راح ينساك. حقبة جديدة الان داخل النادي. هذا الرجل ترى انا احبه، نوف مساعد جدا جدا احبه والله. الحين تتوقع انه رايح النادي يدور الملف الرئاسي لكي يعني يتسلم الرئاسة بسلاسة؟ لا، هو ما هم سلاسة، هو داق على حق النقل، عرفت؟ نزلوا لي الكرسي، هذا الكرسي نزلوه، ان شاء الله انه يرجع، ان شاء الله ان الكرسي سليم، بس ما حتكسره، نحتاجه كثير، نحتاجه كرسي الاعتذار. مالكم
تأشر لي بالدوري الذهبي، تروح عند الجمهور تسألهم عن أخبار أمهاتهم، ما عاد فيه. ترى هذا نواف بن سعد مو فهد بن نافل. ايه انتبه، هذا بيقرمع لك وبيجلسك على الكرسي كأنك أسير حرب تعتذر. هذا زين إذا ما أرسلك بيت المشجع تحب راسه. اسألني أنا أعرف شخصيته. نظام فهد بن نافل سامحوا احضروا وشجعوا وانتم ساكتين. لا عادي انتم ساكتين عادي. في بيباننا مفتوحة تعالوا. يلا شكرا والله فهد بن نافل ما قصرت، بس هو كذا توجهه استثماري. نواف بن سعد أنا ما أعتقد كذا نظام تذاكر 1900 800 ما عاد فيه. الآن تدخل الموقع سعر التذكرة كم معك، ادفع تعال، بعد مباراة تمشي بتطلع لا تلقاه واقف عند الباب والله ما تطلعون تعشوا. نواف بن سعد هذا غير هذا وجه السعد. والله يا في إعلاميين كثير بيعتذرون في تويتر يا الله، غير اللي بنشوفهم في كراسي طالعين كأنهم سواقين من حشين. كثير يقولوا لي ماجد انت ليش تنزل صور سالم الدوسري، وليش دائما تبغى سالم الدوسري يجي للنصر، وليه. طبيعي وبدون اي مقارنات، سالم الدوسري افضل لاعب سعودي، وانا بوجهة نظري اشوف ان سالم الدوسري افضل لاعب مر على تاريخ نادي الهلال. وجهة نظري انا افضل لاعب مر على تاريخ نادي الهلال، واسطورة نادي الهلال رقم 1 بوجهة نظري. شاء من شاء وابى من ابى. ان شاء الله ان نجيب السنة هذه. انا ما ادري اذا بتلحق الادارة ان نجيبها الحين الفترة هذه قبل السوبر ولا ما يمدي. انا والله ودي في سالم الدوسري. ليش قلت يا ماجد انه افضل لاعب؟ وحاليا بغض النظر عن مستواه وارقام اللي قاعد يقدمها، سالم الدوسري بالعمر هذا كل اللي في جيله خلصوا من بدري. هو الوحيد اللي مستمر، وهو الوحيد اللي مستمر بالانجازات، وهو الوحيد اللي مستمر في المستوى، ومهتم في نفسه وفي عقليته. هذا اللي يخلي اللاعب يكمل. في لاعبين كثير ترى كانوا مبدعين لكن انتهوا بدري بسبب العقلية، وكانوا مبدعين ولو استمروا كان تعدوا سالم، كان افضل من سالم. لكن اللاعب عشان يستمر وعشان يوصل لهالمرحلة اللي وصل لها سالم الدوسري، العقلية دائما اقول العقلية هي اهم حاجة في كرة القدم. العقلية اهم شيء في كرة القدم. عشان تنجح وتواصل وتستمر لازم عقلك يكون معك. فما شاء الله تبارك الله. تحياتي للاستاذ او للكابتن، معلش مو استاذ، الكابتن سالم الدوسري. هذا الكلام بكل امانه، هذا الكلام يا جماعه يروح رئيس يجيك رئيس. طبعا اللي مو عارف الامير نواف بن سعد يا اخوان، واتكلم بكل امانه، مقرب لنادي الهلال كثير. كان اول الحاضرين مع نادي الهلال في كاس العالم الاخيره، يعني اخر مباريات الهلال، وعارف ظروف الهلال ومشاكل الهلال، هو كان حاضر وعارف التفاصيل. وفوقها كان رئيس نادي الهلال عام 2017، يعني مقرب من كل شيء. جميع الاشياء الاساسيه عند الامير نواف بن سعد. طبعا كان في رئيس كان بيقدم امس لكن انسحب بشكل رسمي بعد دخول الامير نواف بن سعد عشان تخلص الامور بسرعه، واليوم اخر يوم تقديم الترشيح. فعشان كذا الهلال انا اشوف ما راح يتغير وضعه، بيكون يعني اقل شيء انه نفس الرتم، نفس الصفقات والحماس والتعاقدات مع الامير نواف بن سعد. يعني بكل امانه استغرب من اللي متخوف يقول لا صفقات ما راح تجي. لا بالعكس، اذكر في موسم 2017 جاب 5 صفقات محليه من ابرز اللعيبه المحليين كانوا الامير نواف بن سعد، وكان يجيب اجانب، مشكلته بالاجانب بس. لكن هالمره اتوقع ان الموضوع لا، في رئيس تنفيذي، في رئيس مدير رياضي، الوضع متطور في نادي الهلال. ما اتوقع انه بيفشل بعد بصفقات الاجنبيه. فصفقه عوده الامير نواف بن سعد اكيد انها فائده للهلال، وانها راح تغير اشياء كبير في الايام القادمه بالنادي. بدر الدبيخي انت تتابع الهلال اكثر مني. انت حتى قاعد تشوف وصول اللعيبه. سافيتش كان يحيي مين؟ انا ما اشوف جماهير، كان يحيي حقين الريسبشن تحت، اوكي، حقين الاستقبال حق الاوتيل هو كان يحييهم، لانه في واحد قاعد يشير له يقول له ترى غرفتك 706 رايح الغرفه، ما في. بعدين اشغلتنا كل ما حطيت صوره رونالدو الشعبيه قلت هذا فريق يستحق الدعم.
رونالدو 3 سنين معكم واحنا ندري عن شعبية رونالدو، احنا عارفينها، بس تدعمون ليه؟ 3 سنين ما حققتوا شيء يا اخي، ندعمكم ليه؟ انتوا خسارة، والله خسارة الدعم فيكم، بعدين اكثر من كذا دعم. واو فيليكس، رونالدو مجدد عقده، دوران ب90 مليون وديتوه فنربخشة. مين تاليسكا وديتوه فنربخشة، وقعتوا مع بيولي السنة اللي راحت، كاسترو، والان وقعتوا مع جيسوس. انت مين تبي؟ انت بعد باقي تخطفنا احنا وتقول ابغى دعم. اشبع يا اخي اشبع، انت اكثر واحد اخذ دعم، اكثر واحد اخذ دعم. ارحمني يا اخي، اللي يبغى دعم حقيقي الاتحاد يا اخي. شوف الاتحاد، الاتحاد بطل دوري، كاس ملك، جمهور الاتحاد مسكين، جمهور ما يعرف الاستقرار، سنة مهدد بالهبوط والسنة الثانية ياخذ دوري. والله الفريق الوحيد اللي يعني ينجح دور ثاني دايم. ينجح دور ثاني. شفت اخوك الصغير اللي يرجعكم الصيفية عشان عنده اختبار دور ثاني؟ الاتحاد دائما سنة اخذ الدوري، السنة الثانية زفت، السنة اللي راح تاخذ الدوري السنة الجاية زفت. الاتحاد الثلاجة فاضية، ثلاجة فاضية، ثلاجة فاضية، اي احد يطلع يقضي. لا يعد. اطلبوا يا اخي، اطلبوا مقاضي. حارس ما فيه، ظهير يمين ما فيه، دنيا رايحة فيها. شوف نتائجه، شوف نتائجه يا عمي. الفرق اللي قاعد يلعب معها هذه من أسوأ الفرق في اوروبا، هذول اصلا يعني بعد المباريات يطلعون يزرعوا فلاحين تراهم. يجي واحد يقول ترى مباراة ودية، مباراة ودية يوم الهلال لعب مع مدريد في كاس العالم والسيتي ما خليتوا مباراة ودية وما طلعتوها، تغنيتوا فيها. الحين تقول لي مباراة ودية ولا حلال عليكم حرام علينا. مو هذا موضوعنا، انقذوا الاتحاد. والله الاتحاد اللي رئيس النادي يجي سنة. والله مش دلل. نادي كل يوم متزوج رئيس، صباح الشحرورة. خلاص. خلاص انقذوا الاتحاد. شوفوا له اي احد، ما في فلوس، ما في اداره، اي احد فيكم يطلع يقطف. الله يقطف، نبي ناكل، حق الاتحاد يبون ياكلون بس. مش منطق اذا بطل الدوري السنه هذه السنه الجايه القاه في الثامن التاسع، بعدها ياخذ الدوري اللي بعدها الثامن التاسع. مو بمنطق. مو بمنطق. نبي يستقر، نبي يستقر، استقرار مهم للعائله. جمهور الاتحادي ضاع والله ضاع. قال ايش؟ قال ادعمونا. اكثر من كذا دعم النصر؟ ارحمني يا اخي ارحمني. يا ساتر، السلام عليكم يا اخوان. من فيكتور اوسيمين الين حق سبورتنج لشبونه هذاك ديفيد مدري ايش اسمه هذاك، الين نونيز. يا اخوان اي واحد يتابع البريمير ليج ما هو شرط انه يتابع، يعني ما هو شرط انه يعني فان ليفربول. تسألوا مين داروين نونيز يقول لك هذا عالة كذا محطوط عالة مع ليفربول. الهلال عنده يعني خيارات انا اشوفها مرة كثير. هو لاعب جيد يعني عادي، ما اقول لك انه مرة جيد، يعني عادي جيد نوعا ما. بس الهلال انا اشوفه يعني عنده خيارات اكثر، عنده خيارات يقدر يجيب فيها بديل كويس الميترو في خانة الهجوم. يعني من الطموح هذاك لين نونيز. والله انا ما عاد، انتم يا هلاليه قولوا لي ايش رايكم في الموضوع هذا؟ تشوفونه مناسب لكم ولا بتكتشفون مواهب زيكم زي بعض الفرق؟ يعني ما اقصد احد، حتى احنا في لعيبه لسه بنكتشف مواهب يعني، خليها على الله. لكن رايكم مهم، اكتبوا لي في الكومنتات ايش رايكم فيه، مناسب لكم او لا، في خيارات ثانيه. عاجل ورسميا فابريزو رومانو، الهلال يقترب من التوقيع مع الدولي الإيريغوياني نونيز. لا مش مقبول والله، انها صفقة مضحكة جدا. عالج متروفيتش ولا وقع مع حمد الله، هذا اللاعب يا ابوي احتياطي في ليفربول. والله يعني انا كمتابع لليفربول صراحة جمهور ليفربول فرحان برحيله بأمانة. كنت اظن اوسومين وخاب ظني مع نونيز. لايك الفولو واعطني رايك. والله هذا اللاعب لا يناسب الهلال بأمانة، هذا اللاعب حتى القادسية ما يفكر فيه. اختيار غريب صراحة.